الدعاء هو واحد من أهم الأمور التي ورد في الشريعة الحث عليها. قد ورد ذلك في القرآن في عدة موارد. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال: وادعوه خوفا وطمعا، وقال: ادعوا ربكم تضرعا. ولعل السر في هذه الدعوة في القرآن وفي الروايات أيضا هي أن الإنسان عندما يقف بين يدي ربه ليدعوه فإنه عمليا يكون قد أقر لله سبحانه وتعالى مالك الملك والذي بيده مقدرات الأمور بالعبودية التامة، واعترف بفقره وعجزه أمام الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل وفي إزاء هذه الدعوة إلى أن ندعو الله سبحانه وتعالى قدم نتيجة وعد بها، وهي أنه سيستجيب لهذا الدعاء. فكما أوردنا في الآية هو قال: ادعوني أستجب لكم. وبالتالي هذه الاستجابة نتيجة لتلك المقدمة، ولكن هذه النتيجة لا تكون دائما ضرورية بمعنى أنها لا تتخلف أبدا، بل ثمة جملة من الضوابط والشروط والآداب التي ينبغي توفرها حتى يكون الدعاء مستجابا. الكلام في هذه الشروط لا يمكن لهذه العجالة أن تغطيه كله، بل يحتاج إلى بيان أطول وإلى وقت أكبر من هذا. ولكن القدر المتيقن أن أحد الشروط التي ينبغي توفرها لاستجابة الدعاء هي أن يكون الداعي على دراية وفهم لما يقرأ، فلا تكون قراءته مجرد لقلقة لسان ومجرد عبور على الكلمات دون أن يفهم معانيها ومضامينها. ومن هنا تأتي أهمية الكتاب الذي بين يدينا. هذا الكتاب لآية الله الشيخ مصباح اليزدي هو كتاب يقف فيه الشيخ على مقاطع من 3 أدعية أساسية من الأدعية التي نقرأها في شهر رمضان المبارك، يقف عليها ويشرح جملة من مضامينها ومطالبها. وهذه الأدعية هي دعاء الافتتاح، ودعاء أبي حمزة الثمالي، ودعاء مكارم الأخلاق. أهمية هذا الكتاب هي في الطريقة التي يلجأ إليها الشيخ في شرحه. فهو عندما يتعامل مع نصوص المعصومين أو مع أدعيتهم عادة يقف على نص المعصوم ويحاول أن يستخرج منه جملة مطالب كلية، ثم ينطلق من هذه المطالب والعناوين لكي يتوسع في البحث وفي الشرح، وبهذا يكون قد قدم للقارئ وجبة معرفية متكاملة انطلاقا من النص الذي أورده المعصوم في دعائه. هذا ما يمكن أن نبينه في أهمية هذا الكتاب بشكل سريع.